ومساء الفل على احلى متابعين. الجوله دي كانت من احسن الجولات بالنسبه لي الحمد لله، وتعالوا بقى سوا كده نشوف تشكيلتي اللي اتكلمنا عنها في حلقه التشكيله النهائيه قبل الجوله الاولى، والحمد لله جابت لي نقط كتير وفرقت معايا في الجوله الاولى. بس قبل بقى ما نبدا قول لي انت جبت كام نقطه وعملت ايه في الجوله دي لغايه دلوقتي، ويلا في الكومنتات عايز اشوف مين لعيبته ظبطت معاه ومين لعيبته خزوقته، عشان بصراحه بالنسبه لناس كتير ما كانش فيه اكتر من الخوازيق الاسبوع ده. تعالوا بقى احكي لكم ملخص سريع عن اللي حصل وكل الاختيارات اللي فرقت معايا الجوله دي. انا جبت لحد دلوقتي 76 نقطه الحمد لله، ولسه عندي كمان حوالي 4 لعيبه ما لعبتش، يعني في امل ان النقط دي ان شاء الله تزيد. كان هدفي ان انا اوصل الاسبوع ده ان شاء الله لل 100 نقطه، وباذن الله بعد ما اللعيبه اللي عندي كلها تكون لعبت اوصل للرقم ده بسهوله. والاحلى من كده هو ان الرانك بتاعي الحمد لله دلوقتي 15000 على العالم، وما افتكرش في بدايه احسن من كده بالنسبه لي كنت احلم بيها. فالفتره اللي جايه ان شاء الله هنحاول مع بعض اننا دايما نعلى في الرانك كده واننا ما ننزلش، وده لان الهدف بتاعنا ان شاء الله الموسم ده اننا نقفل توب 10000 او توب 50000 بالكتير على مستوى العالم على نهايه الموسم. وخلينا ندخل في التفاصيل على طول عشان ما اطولش عليكم ونرغي كتير. في البدايه انا فعلا كنت محتار ابدا بهالاند وصلاح زي ما اتكلمنا في حلقه التشكيله النهائيه، او ان انا ابدا مثلا بصلاح بس او هالاند لوحده، لكن في الحقيقه احترت كتير، بس في الاخر قررت ان انا ابدا بالاثنين مع بعض، لان عارف الاثنين في بدايه الموسم بيعملوا بدايه قويه قوي، وانا كنت عايز استفاد بصراحه من النقط اللي الاثنين هيعملوها في بدايه الموسم. فقررت ان انا اختار صلاح ومعايا هالاند في التشكيله، والحمد لله كان اختيار موفق. تعالوا كده نشوف بقى مين اللي كان معانا في التشكيله، ونتكلم كده عن ايه اهم الحاجات اللي حصلت لي الاسبوع ده. في البدايه انا كان معايا سانشيز في الحراسه، واللي لسه لغايه دلوقتي ماتش ما اتلعبش وقت تسجيل الحلقه دي. تاني حاجه كان معايا في الدفاع فان دي فين من توتنهام، والحمد لله طلعوا بكلين شيت وجاب لي 6 نقط، وانا ما كنتش بصراحه مستني منه اكتر من كده. وتاني لاعب معايا كان ايت نوري من مانشستر سيتي، الراجل بصراحه عمل ماتش جامد جدا وجاب لي كلين شيت وبونص وكمان نقطتين من التدخلات الدفاعيه، يعني طلع لي ب9 نقط بصراحه ما فيش احلى من كده. وتالت لاعب معايا كان هو اينا من نوتنجهام فورست، وطبعا لسه ما لعبوش وقت تصوير الحلقه. بعد كده خط النص بقى الناري، بصراحه انا اخترته قعدت محتار كتير، بس في الاخر استقريت على اللعيبه دي ان هي احسن ناس ممكن ابدا بيها الموسم، والحمد لله اتوفقت في كده. اللاعب بقى معايا كان في خط النص كان محمد صلاح طبعا زي ما انتم عارفين، والراجل يا جماعه كالعاده ما يعرفش يعدي اي افتتاحيه من غير ما يسجل او يساهم فيها، وشفناه بيجيب الجول في اخر ثانيه في الماتش وجاب 8 نقط، والحمد لله لحق كل ملاكه والناس اللي كانت مكابتناه وما رضاش يزعلهم كده في البدايه. وتاني لاعب معايا كان جاكبو، بصراحه ده كان الرهان بتاعي. معظم الناس جريت على فيرتس او ناس من فرق تانية، بس انا بصراحه كنت شايف ان جاكبو هيبدا او هيعمل موسم السنه دي ان شاء الله يبقى كويس، وهو بان الكلام ده في اول ماتش احنا شفناه. الراجل سجل وعمل اللي عليه وطلع لي ب7 نقط، فزي الفل قوي كده. ونيجي بقى القدوس اللي انا حاسس ان بصراحه كل الناس هتبدا تجري عليه بعد الجوله دي، لان احنا شفناه مع طريقه لعب توتنهام بصراحه الراجل بيزيد وبيعمل هجمات خطره وعرضيات، وفي وجود ريتشارلسون او سولانكي لما هيلعب باذن الله نسبه الاسيستات والمساهمات في الاهداف هتبقى عند قدوس عاليه. ورابع لاعب معايا بقى هو ريندرز من مانشستر سيتي، بصراحه الراجل ده هيبقى هو مفاجاه الموسم وهيكسر الدنيا، وبسعر 5.5 مليون كمان مفيش احلى من كده. انا شايف بصراحه ان موقع الفانتسي غلط في تسعير الراجل ده، وانا شايف ان الراجل ده لو مش معاك في تشكيلتك دلوقتي لازم تروح تشتريه قبل ما سعره يغلى. والراجل كمان كان هو السبب في الجون الاول بتاع هالاند، وشفناه بيصنع لهالاند جون تاني وكمان بيجيب جول، يعني بصراحه ظبط كل الناس اللي راهنت عليه واشترته وما خافتش من الروتيشن بتاع جوارديولا. انا متفاهم ان في كتير خايفين او كانوا خايفين انهم يجيبوا ريندرز في فرقهم عشان الروتيشن بتاع جوارديولا اللي احنا كلنا طبعا لازم كل سنه بنتخزوق منه في البدايه، لكن بطريقه لعب الراجل ده وبالاداء اللي هو بيعمله انا بيتهيألي مش هيخرج من التشكيله نهائي. وخامس لاعب معايا بقى كان هو بيدرو نيتو من تشيلسي، وطبعا تشيلسي لسه ما لعبتش وقت تصوير الحلقه دي زي ما قلنا. وده يخلينا نروح بقى لخط الهجوم اللي فيه جواو بيدرو لسه ما لعبش، ومعاه هالاند هو الكابتن بتاعي للجوله دي، والحمد لله الراجل سجل هدفين وعمل اللي عليه وزياده، وانا ما كنتش عايز منه اكتر من كده. طلع لي ب 13 نقطه بالبونص، يعني 26 نقطه بالكابتنه، والحمد لله كده زي الفل. وبصراحه احب اقول لك ان نجاح التشكيله في الجوله دي ما جاش صدفه، لا ده كانت فيها شويه قرارات كده اتخذت بناء على نصايح احنا كنا اتكلمنا عنها في الحلقه الاخيره، وهي ان ركزت على الجدول السهل لكل فريق. والحاجه الثانيه هي اني عملت توازن من اللعيبه اللي ملكيتها عاليه واللعيبه الديفرنشال، برده ما مليتش الفرقه بتاعتي لعيبه كلها ديفرنشال وقلت اجازف كده مجازفه ايه مش محسوبه، لا اخترت لاعب او اتنين بس هم اللي يبقوا معايا في التشكيله ديفرنشال، وده زي مثال جاكبو اللي جاب لي جون، ونيتو اللي ان شاء الله هنشوفه مع تشيلسي هيعمل ايه. اما بالنسبه لباقي اللعيبه اللي في التشكيله فاغلبها نسبه ملكيتها عاليه، وهو التوازن ده بنسبه كبيره اللي فرق معايا. لكن ده يخليني اقول لك حاجه مهمه، والفكره هنا انك تجيب فريق يناسب معاك لثلاث اربع جولات على الاقل ورا بعض، واوعى بعد كل جوله فريقك ما توفقش فيها تجري تبيع نص الفرقه، لا ده ما ينفعش. صدقوني الاستمراريه والثبات ساعات هو اللي بينجح. والجوله الجايه شكلها مولعه، وانا بدات افكر فعلا هعمل ايه في تشكيلتي، بس بنسبه كبيره ممكن ما اعملش عليها اي تغييرات، بس هستناك برضو في الكومنتات لو انت شايف حاجه معينه ممكن اعملها في تشكيلتي ممكن تكتب لي تحت. ولو الفيديو ده عجبكم يا رجاله ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب علشان نكبر مع بعض ونكمل الرحله دي سوا. ويلا شاركوني جبتوا كام نقطه الجوله دي، وهل عندك لعيبه شبه لعيبتي ولا اختياراتك مختلفه عن الاختيارات بتاعتي؟ واشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي على خير. سلام.